الزمن 2013، واحدة من أصعب السنين اللي عاشتها مصر بسبب الأحداث السياسية. أنا مش هقول لك إن أنا كنت غريبة في الأحداث دي، أنا كنت عيل صغير أساسا، بس وسط المشاكل والوقت الصعب واللي هو بالنسبة لنا دلوقتي ذكريات بنحن لها، كان في بصيص أمل، والأمل ده كان أفضل موسم درامي. مش هبالغ لو قلت إنه الأفضل في تاريخ مصر لحد يومنا هذا، واللي صعب يجي زيه تاني. الموسم المتكامل اللي شاف تنوع في أنواع المسلسلات، وكل نوع كان فيه مسلسلات عظيمة جدا. كوميدي تلاقي، أكشن تلاقي، تراجيدي تلاقي، اجتماعي، تاريخي، كل حاجة كانت موجودة. وبما ان الفيديو ده بالتعاون مع مشروع زحل وفي برنامجهم الجميل المشوق جدا آلة الزمن، فخلونا نشد حزامنا ونرجع بتاع 13 سنة لورا. بما اني ضيف في زحل، فخلينا ابدا بطريقتهم في الحلقات واديكم لا مؤاخذه نبذه صغيره عن شكل الحياه سنه 2013، واللي رغم صعوبه السنه دي الا ان في حاجات كتير جدا ما تتنسيش. ففي وسط الاحداث الصعبه كانت الناس على القهاوي بتتفرج على اهم برنامجين في السنه دي، وهما البرنامج الكوميدي الساخر البرنامج لباسم يوسف على CBC بعد ما اتنقل من قناه اون، واللي كان مالكها في الوقت ده نجيب ساويرس، وطبعا المنافس برنامج تياترو مصر، وكان وقتها اول موسم ليه، وده مسرح بكل يوم مسرحيه مختلفه بطلها اشرف عبد الباقي، ومعاه شويه شباب محدش يعرفهم، بس فيهم ممثل بشعره كده اسمه علي، شكله هيبقى حاجه في المستقبل. كان الشباب بيحملوا حلقات البرامج دي على الكمبيوترات، وفي اللي بيتفرج على قناه البرنامج على يوتيوب، واللي كانت في الوقت ده اكبر قناه يوتيوب في مصر قبل انتشاره. وكان في شباب ابتدوا يقدموا محتوى كوميدي مستقل بره شركات الانتاج زي شادي سرور ونادر احمد، وبقى ليهم جمهورهم. وحتى غير اليوتيوب بقى في ناس كتير جدا بيتابعوا اعمال عالميه من خلال ايجي بيست، الله يرحمه يعني، ومواقع تانية كتير مع تطور سرعة النت في السنين دي. وكان عالميا في أعمال عظيمة لسه بتتعرض، زي إن في السنة دي صدر الجزء الأخير من المسلسل الأيقوني بريكنج باد، والجزء الثالث من صراع العروش، والموسم الرابع من ذا ويكند داي، والموسم الأول من مسلسل فايكنج، وكتير جدا من الأعمال اللي بنحبها. وندخل دلوقتي في موسم رمضان 2013 الأجمد والأعظم من بين كل مواسم رمضان لحد دلوقتي. ورمضان في السنة دي بدأ في 8 يوليو، يعني في عز الصيف. وخليني اقول لك انه مش من الاجمد بس في المسلسلات، لا وحتى في البرامج. ففي السنه دي اتعرض اجمد نسخه لمقالب رامز جلال، وهي نسخه رامز عنخ امون، البرنامج اللي كنت تصدقه جدا وتجزم انه حقيقي من كتر ما هو واقعي. وما كانش واقعي بس، هو كان مرعب. وطبعا ما حدش ينسى حلقه هيفاء وهبي واللي عملته، وحلقه هنيدي، وكل حلقاته تقريبا كانت ايقونيه. وعندك بدايه الفضايح والمشاكل وشغل شيخ الحاره ده، بس كان على اشيك زمان، زي انا والعسل لنيشان وسمر، والرجال لسمر يسري. وعندك برامج دينيه واجتماعيه جميله جدا زي خواطر لاحمد الشقيري، ونبي الاحسان لعمرو خالد. تعالوا بقى الاهم جزء في الحلقه، مسلسلات موسم 2013. ونبدا من المسلسلات الكوميدي. 2013 كان ممكن يبقى موسم كوميدي كارثي لولا ان في 3 مسلسلات حققوا نجاح لحد النهارده. واتعرض في السنه مسلسل سيت كوم قبل ما موضتها تموت اسمه احلى ايام، وده ممكن تقول عليه فرنس الغلابه. كان عن حياه شويه صحاب شباب، كان من بطوله احمد حاتم، واللي لقى كريم قاسم وعمرو عابد مشغولين تقريبا فجاب مكانهم طارق الابياري ورامز امير، والبطوله النسائيه ريهام حجاج ومرهان حسين. فطبعا انت شايف احنا رايحين على فين. واتعرض فيه مسلسل الف سلامه لاحمد عيد، ورغم حبي ليه لكن ده اضعف مسلسل قدمه، وكان عباره عن حرامي بيساعد راجل كبير يلاقي بنته اللي ضاعت منه، اللي هو احلى ايام ناحيه مسلسل فريندز، لكن ده ناحيه ايظن، فاحنا في القاع، انت متخيل. بس بصراحه المسلسل فيه كام قلشه من قلشات احمد عيد في الجون بصراحه. وبرده اتعرض حاميها وحراميها، وهنا سامح حسين كان بينحت نفسه مش حد تاني، لانه كان زي ريميك للص والكتاب وشخصيه فاطين وميشو، بس في عالم تاني كده او قصه جديده، وما حصلش ربع نجاح اللص والكتاب. وهو المسلسل اللي اتقال فيه الجمله الايقونيه بتاعت انا مؤدب مع المؤدب وقليل الادب مع ابن لكن اللي انقذ الكوميديا في السيزون هو الرجل العناب، المسلسل الكوميدي الارخص تكلفه والاعلى نجاح، واللي تاسس من اجله جروب عاشق الرجل العناب اللي انا بيك فان ليه. اكتب يا ابني عندك كامل العربي بيك فان لمسلسل الرجل العناب، المسلسل اللي بسبب ضعف الدعايه ليه وعرضه حصري على قناه دريم قلل مشاهداته جدا، لكن بعد ما الناس اكتشفته على يوتيوب وحرفيا ما فيش مشهد فيه ما تحولش ميم. وليه قصه كبيره جدا انه كان هيبقى فيلم انتاج السبكي، لكن مشاكل انتاجيه حولته لمسلسل. واما الضلع الثاني للكوميديا فكان عرض الجزء الثالث للكبير، واللي بالنسبه لي هو والرابع احلى جزئين في السلسله. وكان في حلقات عظيمه جدا زي المجانين الثلاثه وتايتانيك 2 وحسن شاكوش وهو بيغني اشكرك مزيكا.
حلقات المزاريطة عندها تالنت البارودي على برنامج عرب جوت تالنت اللي كان بيتعرض وقتها، وطبعا استغلال الترندات والبلوجر في السنة دي ظهر في حلقة باسم يوسف والكبير. ونيجي لاكتر مسلسل كوميدي متكامل واللي فيه دراما واكشن وكل حاجة، وهو العراف. مسلسل فيه قصة حلوة، اداء عظيم، فيه مشاهد قادرة تعيطك ومشاهد قادرة تضحكك، فيه موسيقى خالد حماد الاسطورية. مسلسل اتعمق في السياسة ومشاكل الناس وفكرة النصابين وحتى انتخابات الرئاسة اللي اتناقشت في كذا مسلسل في السنة دي. ده ممكن يكون اكتر عمل متكامل لعادل امام. ونطلع من الكوميديا ونشوف باقي الاعمال. في اعمال متوسطة النجاح زي تحت الارض لامير كرارة، نكدب لو قلنا ما بنحبش ليسرى، نجاح نسبي لمسلسل الداعية لهاني سلامة، فرح ليلى لليلى علوي، اسيا لمنى زكي والزوجة التانية، المسلسل اللي النهار كانت بتعيده من كل شهر 3 مرات، فرعون لخالد صالح وميراث الريح لمحمود حميدة والصقر شاهين، وللاسف خلف الله لعمدة رمضان نور الشريف، لكنه وقتها كان مريض وفي اخر ايامه. وفي مسلسلات تانية حققت نجاح كبير لكنها مش من التوب 4 اللي انا شايلهم لوحدهم كده، اللي لسه هنروح لهم بعدين. واول المسلسلات دي هو اسطورة مصطفى شعبان اللي مجنن النسوان بمسلسل مزاج الخير. انا مش عارف ازاي المسلسل ده كان بيتعرض في رمضان يا اخوانا. ومن المسلسلات الناجحة اسم مؤقت لرائعة يوسف الشريف اللي بدأ منه الشابوه الحقيقي، مسلسل جريء محير موتر مثير يخليك مستني كل حاجة، ناقش الانتخابات الرئاسية زي العراف بس في شكل اكشن، عن رجل اعمال بيفقد الذاكرة وبيكتشف ان اللي يعرفوه زمان وقرايبه هم اللي بيطاردوه. ومش عايز احرق لك بقى، سيبك انت تتفرج. والمسلسل التالت كسر الدنيا وهو حكاية حياة لغادة عبد الرازق، اللي بيحكي عن حياة المريضة النفسية اللي بتخرج لعيلتها علشان تاخد ابنها وتثبت انها مش مجنونة. المسلسل اللي غطت مشاكله على نجاحه بين المخرج الجديد وقتها محمد سامي وبطلة العمل اللي بيتقال انها بعتت له ناس يتناقشوا معاه بالحب وادوله وردة في عينه من الاخر. ونوصل للتوب 4 احسن واعلى 4 مسلسلات مش في السيزون ده لا بقى لحد النهارده بقى، يلا اتخانقوا معايا. ورقم 4 مسلسل نيران صديقة، مسلسل بتكنيك مختلف عن اي مسلسل تاني، فيه غموض ورعب واثارة وتشويق. مسلسل بيحكي في تتابع زمني قصة صحاب ارتبطوا بعهد دم في كتاب ملعون وازاي بيغير حياتهم. الاداء فيه كان عظيم من الكل مع ربط الزمن باغاني عمرو دياب. ورقم 3 هو مسلسل لقصة اسامة انور عكاشة وهو موجة حرة. المسلسل ده حرفيا اجمد اداء لاياد نصار ورانيا يوسف ومن اخراج العالمي محمد ياسين. المسلسل ناقش حاجات كتير. المسلسل ده اتعرض لهجوم كبير جدا واتحذف منه مشاهد لجرأته، لان اللي زاد الطينة بلة ان وقت عرضه كان في رمضان، وخصوصا ان كان في شخصية عندها ميول جنسية مختلفة، ولو انت شفت المسلسل هتكون عارف هو او هي مين. وفي المركز التاني ذات واللي الناس بتعتبره اهم مسلسل في تاريخ نيللي كريم وباسم سمرة وحتى انتصار، العمل النسائي اللي من تأليف مريم نعوم واخراج كاملة ابو ذكري، واللي بيحكي قصة البنت ذات من ساعة ولادتها في عصر الملك وتغير حياتها مع كل رئيس حكم لحد ثورة 25 يناير واللي اسقطوا بذات على مصر واللي حصل لها من عبد الناصر لمبارك. ونيجي لاحلى مسلسل في السنة دي بدون ذكر اسماء، تأليف اهم سيناريست في مصر وحيد حامد واخراج النجم تامر محسن. المسلسل ده كل حاجة فيه ابداع، قصة، اخراج، حوارات شخصيات. مسلسل ممكن اطلع لك 20 شخصية فيه اجمد من بعض، بداية من الفيشاوي، روبي، مخيون، سار الصايغ، وحتى ناس ظهرت في حلقة واحدة بس زي كاركتر محمود البزاوي الكومبارس الجعان. مسلسل بيحكي تطور حياة مصر من السبعينات والثمانينات بس مش بالتركيز على شخصية واحدة زي ذات، لا ركز على شخصيات كتير في المجتمع. وفي النهاية هختم كلامي بان انا اقول ان اللي قلته اغلبه اراء النقاد عن السنة دي، لان ما كانش فيه النجوم الكبار الفخراني وعبد العزيز ونور الشريف كان بيقدم عمل متواضع، لكنه كان موسم انفجار الشباب سواء في التمثيل والاخراج او الكتابة. وحسب اختيارات النقاد فافضل اخراج في السنة دي راح لمحمد ياسين وتامر محسن وكاملة ابو ذكري، وفي الكتابة محمد امين راضي ومريم نعوم، وفي التمثيل كان في معجنة بمعالي زايد وصبري فواز ورانيا يوسف وروبي والفيشاوي وسلوى خطاب. واتعرض في الموسم ده 43 مسلسل و3 سيت كوم. وبس كده، دي كانت نبذة عن اهم سيزون رمضاني اتعرضت فيه اعمال قوية جدا لسه فاكرينها لحد دلوقتي. ما تنساش بقى في الاخر لايك والشير واعمل سبسكرايب لكوكب زحل. سلام.